بصوا بقى، كان ليا عند شركة نون اونلاين، يعني كنت طالبة ايتم ورجعته. كان اتبقى عليهم. يعني المفروض ان انا بسترد فلوسي، فردوا لي الاول 200 جنيه الا جنيه. كلمتهم راحوا ردوا لي 41 جنيه، فاضل 20 جنيه. الكلام ده يعني هم ردوا لي مثلا ايه 199 جنيه. تاني يوم لما انا كلمتهم ردوا لي 41 جنيه، فاضل 20 جنيه. كلمتهم 48 ساعة، 48 ساعة في 48 ساعة، داخلين في 48 ساعة كمان. في اليوم الرابع أنا اللي هو آخر 48 ساعة، اللي هي المرة التانية، كلمت أنا الصبح قبل ما أروح الشغل. بعت الفواتير، عملت سكرين شوت للفواتير والمحادثات ويعني والإثباتات إن أنا دفعت فلوس وما استردتش بقية الفلوس. بعتها لمين؟ لحماية المستهلك، وقلت مشكلتي باختصار. تمام كده. الكلام ده الصبح قبل ما اروح الشغل. على الساعة 1:30 أو الساعة 1:30 كلموني. حتى كنت لسه في الشغل. كلموني اللي هم في شركة نون، كلموني علشان يقولوا لي الفلوس اتحطت في محفظتك يا فندم على الموقع. يعني تخيلوا خلال كام ساعة بس ردوا عليا، مع ان هما كانوا عمالين يسوفوا عشان ما يرجعوليش ال20 جنيه بتاعتي. النهارده اللي هو بقى تاني يوم، النهارده الصبح وانا قاعده في الشغل، حمايه المستهلك كلموني علشان يطمنوا ان فلوسي رجعت ولا ما رجعتش، وقلت لهم انها رجعت والمشكله اتحلت، بعد ما كانوا عمالين بيمطلوا ويسوفوا فيا. ليه بقى هما بيعملوا كده؟ اصل ايه ال20 جنيه؟ انت هتفكري في ال20 جنيه فزي ما تقولوا في ناس بتتكسف تطلب حقها، تقول اصل ما جاتش على 20 جنيه، اصل ما جاتش على 5 جنيه. وعلى فكره انا قبل كده كان ليا عند امازون 5 جنيه، كلمت حمايه المستهلك عشان اخد ال5 جنيه واخدتها على فكره يعني. ف اللي انا عايزه اقوله لكم، قبل ما تشتكوا ان انتوا ممكن تتسرقوا في حاجه، ممكن ان انتوا تتعرضوا لموقف سيء، خدوا حقكم. وما تكسفوش ان انتوا تاخدوا حقكم حتى لو ربع جنيه، طالما حقكم لازم تاخدوه. في ناس بتشكك في ان حمايه المستهلك ما بتعملش حاجه، لا بتعمل حاجه. فبقول لكم لو ليكوا حق حاولوا تاخدوه، وما تقعدوش تشتكوا كتير. بالمناسبه بحبكم كلكم. باي باي.